الفيديو ده هنغير شكل السرير القديم ده لشكل جديد خالص، فيلا كده يا كبير نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير والصحة والسلام. في الأول هنشيل الحية أو أي حاجة عالية كده من على السرير، هنخليه كده حاجة مسطحة حاجة عادلة عشان خاطر نشتغل على الفورمة اللي احنا هنعملها. كنت عايز أسيب الحية أو الجشاط الداير ده على السرير، فقلت إيه أشيل بالمرة وخليه على الله. هبدأ دلوقتي أعمل شكل جديد على السرير، وده أنا عامله بفايبر 3 مللي، كان عندي على قطعتين أو 4 قطع. هو لو كانت فاضلة واحدة أو قطعة واحدة كانت هتكون أسهل من كده. هضيف ستانلس ذهبي للسرير في القيمة اللي أنا سايبها دي، وبعد كده هبدأ أعلم أطراف السرير عشان أقطعه على الشكل اللي أنا محتاجه. المقاس اللي أنا عامله 120 في 60، وعلى فكرة ممكن كنت عملت الفورمة دي على مكنة سي ان سي كان الموضوع هيكون أسهل من كده. أنت ممكن تعمل كده. كده احنا تمام، خلصنا تقطيع الفورمه كامله. وزي ما قلت لك انت ممكن تعملها سي ان سي، هتكون قطعه واحده بتلزقها مره واحده كده على السرير، وبعد كده انت بتلزق الستانلس اللي احنا عاملينه ده، بتلزقه من فوق فوق كده بعد الدهانات. انا حبيت اخلي الستانلس بتاعي تحت الفايبر، وده طبعا بيكون امتن من موضوع اللزق. الحته دي انا فاكرها من بعض السرير، فقلت اشغلها للسرير في الداير تحمل فايبر وهي خفيفه مش باينه قوي، فقلت اشغلها ونستفاد منها. دي انا ثبتها للسرير داير الفايبر. كده تمام. هبدا دلوقتي الزق الفورمه بتاعتي على السرير، واضيف الستانلس زي ما اتفقنا تحت الفايبر. طبعا ده بيكون امتن، هو الستانلس ده ليه كذا حيله، لان زي ما قلت لك انت ممكن تلزقه فوق الفايبر، وممكن دلوقتي تعمل برضو تحت الفايبر ده. بس هو الموضوع هيكون صعب معاك شويه ان انت بتخطط زي ما انا خططت كده ومقاسات، فالموضوع هيكون كبير معاك شويه لو انت مبتدئ او هاوي. فانت روح لمكنه سي ان سي هتعمل لك الشكل ده بالظبط، وهيفحر لك مكان الستانلس، وهتيجي بعد الدهان هتلزق هتلزق المكان ده اللي هو هيسيبه لك المفحار، هتلزقه بسوبر جلو او سيليكون او ايا كان، تلزق مكان مكان المكان اللي هو هيفرغه لك مكنه السي ان سي. انا بنصحك لو انت هاوي او مبتدئ تعمل الخطوه دي، ان انت تعمل الفورمه دي على مكنه سي ان سي، لان انت لو هاوي او مبتدئ طبعا دي هتحتاج منك معدات كتيره، وهيحتاج منك وقت طويل وتخطيط، فالامور ممكن ما تظبطش معاك. فخليك في كبير كده في المكنه السي ان سي. انا عايز اسهل عليكم الامور، مش عايزين نصعبها على بعضين.
خدت كام خط كده في السرير في القطعة اللي فوق صبرصة 5 خطوط أو 6 خطوط، دول هابدأ إيه أفرّغهم أو أبسطمهم باللوض. وكده أنا خلّصت الشباك الكبير للسرير يا مسهّل الحال، وهابدأ كده إيه أشتغل في الشباك الصغير. وطبعًا زي ما شِلت اللي على الشباك الكبير هابدأ إيه أشيل اللي على الشباك إيه اللي على الشباك الصغير. شيلة كبير شِلت إيه شِلت يا معلم كل حاجة تمام التمام، كان عليه فراشات كده وحاجات كده إيه، المهم شِلت كل اللي عليه، وهابدأ دلوقتي أضيف الفورمة اللي أنا هاعملها. طبعًا الفورمة اللي هاعملها أنا هاعملها سادة خالص، وهابدأ بس هاخد إيه خط كده اللي هو أحط تحتيه الستانلس زي ما اتفقت زي ما قُلت لك، ومش هاتكلم كتير لإن أنت من الحاجات دي ممكن تعملها في الCNC هيكون الموضوع معاك سهل وبسيط. هاشيل أنا كده وأفرّغ مكان الستانلس، وهابدأ إيه أضيفها تحت الفايبر، وهاثبّت الفايبر بتاعي على المُخ الصغير أو الشباك الصغير. وبكده أنا خلصت السرير كده تمام. هاحاول أصور لكم السرير ده بعد الدهانات، هانشره على المنتدى في اليوتيوب. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنساش طبعًا تعمل لايك للفيديو ده بيكون دعمك للفيديو، ولو مش مشترك في القناة أنا أتشرف بيك تعمل اشتراك في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام عليكم.